السلام عليكم يا أغلى متتبعات قناة مريم كنزة الصويرة. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو لوصفة كان نصوبها يوميا، وصفة معتادة عندنا في جميع البيوت، ولكن هذه المرة بطريقة جديدة، والمكونات كلها موجودة عندك في البيت. هو الخبز الفرنسي بالحليب بهذه الطريقة وبلي غرين، كيجي رائع زوين. بإمكانك تصغري الحجم ديالهم او لا ديريهم يعني العجينه كامله في حجم واحد يعطيك حجم كبير. كتشكلي بالاشكال اللي بغيتي، بامكانك ديريهم مدورين. المهم كيجوا رائعين رطبين وغزالين كما كتشوفي، وكيجوا محمرين، كيعطوا زعما واحد المنظر وطعم ورائحه الصراحه لا يعلى عليها. غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. المقادير بسيطه بزاف. ريسيبيون نحتاجو زلافه فاش غادي نصوبو نخمروا العجينه. دائما كاس حليب دافي، مليحه، شويه الزبده، معلقه صغيره الزبده لخميره العجينه، ومعلقه كبيره ونص حتى 2 معالق ديال السكر سنيده. غادي نبداو على بركه الله بالحليب دافي، ومن بعد غادي نزيدوا الماء دافئ البنات. هذه كخطوه اولى. ضروري كنقلبوا الحليب يكون دافي، لانه الا كان شويه سخون غادي يخسر لنا الخميره، غيقتل الخميره، ما غتخمرش لينا الخبز. غنضيفوا هذيك الزبيده، ما غنضيفوش الملح دابا، وغادي نديروا الخميره ديال العجين العاديه، اما بودره اولا معجونه. غادي نديروا 2 معالق صغار اولا ملعقه كبيره، وغادي نحركو مزيان حتى باش ما يبقاوش عندنا دوك الحبيبات تاع الخميره، باش تفاعل مزيان، وحتى داك الطريف تاع الزبيده حتى هو يذوب مع الحليب دافي. هاد الخبز كتكون فيه واحد النكهه زعما بنين بزاف وسهل بسيط، والكميه تبارك الله. انا راه درت كيلو ديال الدقيق، يعني هاد الكميه ديال كيلو ديال الدقيق راه كتخرج ما شاء الله. زدنا شويه تاع الدقيق وحركنا مزيان، ومن بعد غادي نغطيو وغادي نخلوه يخمر واحد شويه، واحد 10 ديال الدقائق. من بعد غادي نرجعوه من بعد ما خمر شويه. نجيبوا الماء دافي، درنا كاس حليب، وبداك الكاس تاع الحليب نعبروا به مقدار ديال 2 درنا كاس حليب، درت 2 كيسان ديال الماء دافي بهذه الطريقه. من بعد كديروا الخليط، كديروا الدقيق حسب الخليط. يعني شوف شحال غادي تخرج لكم هذا الكميه، لان كاين دقيق اللي كيتشرب وكاين دقيق اللي لا. المهم هو كتعجنوا بالطريقه العاديه، كلنا كنعرفوا نعجنوا الخبز. هذه الطريقه ديال عجين الخبز كنديروها. كنبداو كنحركوا بحال هكا. من بعد غادي نحيدوا الطراب وغادي نخدموا يدينا. الدقيق هذا الدقيق تاع الباكيه اللي هذا الدقيق انا الدقيق ملي كنشريه كنغربلو، عاد كنديرو في السطل، كنديرو مغربل، وكندير عليه طريفه ديال الملحه الحيه. كتحافظ على الدقيق ما يكونوش فيه، ما يكونش الحشرات، ما يوليش فيه داك الدود، واخا يجلس عندك عام. الدقيق كيبقى ممتاز البنات غير بطريفه ديال الملحه الحيه. كديرها اما في القطاني، في العدس، في الحمص، في اللوبيا، اولا كديرها في الروز مع لي بات، مع السميده، مع القمح، الشعير، كاع جميع الحبوب كديري معاهم الملحه الحيه. كتخليها طرف كبير باش ما تهرش ليك وتمشي لك في الخبز، لانها كتكون هي قاصحه. ديك الرائحه ديالها كتطرد الحشرات، ما كتخليهمش يتكونوا. لهذا البنات جربوها، وبزاف الناس كيشروا القطاني وكيولي فيهم داك البخوش اللي هو الكوز اولا الكوز هذاك دغيا. يعني القطاني دغيا كيخسروا، دغيا كيوليو بحال كيولي فيهم هذا البخوش. لهذا جربوا هذه الملحه الحيه، راها رائعه البنات. المهم غادي ندلكوا العجينه مزيان 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 مزيان. كتعرفوا ديك العجينه باش يجينا الخبز ديالنا رطب، ما خصش العجينه تكون قاصحه، خصها تكون لينه.
بارك الله. غادي نغطيوها وغادي ندخلها الفران. انا الفران سخنته على 100 100 100 دوغري، درجه حراره 100. وملي سخن طفيت عليه. ملي طفيت عليه دخلت العجينه تخمر. غادي تخمر ليا في مده قليله، يعني 10 ديال الدقائق. غادي تخمر بواحد الطريقه عجيبه، غادي تشوفوها البنات. مع دابا كاين كيتسمر والاختمار كياخذ مده طويله. ها نتوما الحجم راه ماشي غير الضعف، راه تريبلا. خمرات مزيان في مده 10 ديال الدقائق. والبول كنقيسو دافي. مع دابا كاين صعوبه باش نخمروا العجينه مع الحال بارد. خصك تغطيها وتسني واحد المده طويله. هنا لهنا كتربحي ديال الوقت بزاف. الا ما كانش عندك الوقت فين تسني العجينه تخمر، كديرها في فران يكون دافي طافي عليه بيان سور. كتخلي 10 ديال الدقائق وكتخرجيها. كتجي غزاله ملي كتخمر بهذه الطريقه. زعما كتاخذ وقتها في الخمير في الفران دافي. لا كتجي زويونه، كتجي زويونه. انا غادي نخدمها بهذه الطريقه باش كنحيد من هذاك الهواء. كنخدمها بحال هكا. كتجي لينه رطيبه وزوينه، يعني مريحه في الخدمه. هي عجينه بمكونات بسيطه، راه ما فيها حتى شي حاجه. بامكانكم ديروا لي سيريال في العجين. بامكانكم تزيدوا شويه جنجلان محمر اولا شويه النافع وحبه حلاوه حتى هي. بامكانكم تضيفوها على العجين حتى كتعطي واحد النسمه زوينه. انا بنتي ما كتبغيش الا شافت الخبز فيه شي حاجه لداخل راه ما غاديش تاكلوا ليا. انا قسمت العجين على جوج، قرصت شويه هادي وغادي نقرص فوق منها الثانيه بهذه الطريقه. وغادي نبسط العجين. غادي نستعمل المدك لان العجينه كثيره، وخاصني نبسط العجين على شكل مربع او مستطيل. ما غاديش نرققوا العجينه لانه حنا ما غاديش نعجنوا مسمن، غادي نعجنوا الخبز. لهذا العجينه ما خصهاش تكون رقيقه. كندهنوا بشويه ديال الماء. كاين ناس يدهنات واحد شويه. كنقطعوا بالاشكال اللي بغينا. بغيتو ديروا مثلثات مستطيلات، بغيتو ديروا الاحجام اللي بغيتو، كيبقى الاختيار ليكم. درنا العجينه ديالنا في الطاوه وغادي نبداو نديروا ليها لي سيريال اولا الحبوب. كاينه هذه زرعه القرعه، كاين لي غرين دو بافو، وكاينه ديك زرعه نوار الشمس حتى هي. بامكانكم تضيفوا الجنجلان، بامكانكم تضيفوا عاوتاني الخرطال اولا الشوفان من الفوق. اولا النخاله اولا السميده، ذكرتهم بالسميده. واحد الجزء ديال العجينه بقى ليا خليته ارتاح شويه، وغادي نديرو بزيت العود. غادي نقرصو بهذه الطريقه. وغادي نزوقو حتى هو بالحبوب. بامكانكم تزوقوا بالزيتون مقطع، ديروا الزيتون او ديروا الفرماج. بامكانكم ديروا الجبن، يعني نوعوا، حاولوا تدخلوا اشياء جديده في الخبز ديالكم. ما يبقاش غير الخبز العادي، راه كاين اشكال وانواع كتار 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 ديال الخبز. فلحت الخبز بالكوتور ودخلته وخليته خمر، ومن بعد دخلته الفران كيجي محمر غزال. صراحه جربوا هاد الوصفه، راها غزاله رائعه رائعه.
نتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. ما تحرمونيش بلايكاتكم واشتراكاتكم، فعلوا الجرس، بارطاجيو هاد الوصفه، وان شاء الله نحاول دائما نجيب لكم المزيد ونكون دائما عند حسن ظنكم. ما تحرمونيش من لايكاتكم، من تشجيعاتكم، والى اللقاء في فيديو جديد عن مقارب بحول الله. مع السلامه.